القصة ديال اليوم غادي نلخصها لكم، وفي البداية ديالها وغنقول لكم النهاية أنكم ما عمركم تثيقوا في أي واحد غيتواصل معكم من عالم فيسبوك، انستغرام، يوتيوب أو وما عمركم تربطوا بأن بعدد المتتبعين بالمصداقية أو لا بالصدق ديال صاحب الحساب. دائما خاصو يكون عندكم النقد في العقلية ديالكم وفي الشخصية ديالكم. دائما خاصو يكون عندكم النقد، امتى، كيفاش، وعلاش، وشنو واقع. دائما طرحوا الأسئلة، ودائما بأن فين غاديين وفين جايين تكون شي شخص اللي كتثقوا فيه، اللي كتعطيوه جميع تحركات ديالكم، خصوصا لو كنتو غتلاقاو بشي شخص براني ما كتعرفوش. فما تثقوش في الناس مجرد ان عندهم حسابات كبار. وهذا الشيء غادي نعاود لكم في هذه القصه هذه اليوم العجيبه والغريبه والمريبه اللي وقعت في المانيا. ولكن اللي كان جاني اول الضحيه هم عرب. نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. فيديو جديد، قصه جديده على قناه الكونتيسا. كنتمنى ان شاء الله هذه القصه تنال الارضاء ديالكم، ومن واحد الجانب غيتنال الارضاء ديالكم، لان غادي نعطيكم واحد النصيحه اللي هي كبيره وكبيره وكبيره. فما تبخلوش عليا باللايكات والاشتراكات والتعاليق اللي عجبوا المحتوى على بركه الله. واللي غادي يقول لكم بان غادي نقدر نزيد نطول وغنبدل كما وعدتكم بان المونتاج غيتغير ان شاء الله في رمضان ما بقى والو ليه ايام قليله. الحمد لله بالنسبه للاستعدادات ديالي انا تقريبا ساليت. دائما كنقول لكم كنخلي 5 ايام 6 ايام قبل رمضان كنقول واحد الاستعداد نفسي، واحد الراحه، وفي بطبيعه الحال استعداد بدني باني كنقص من السكر وكنقص من المعجنات وكنقص من الماكله بزاف باش الجسم ديالي نعودو على الصيام وما لقاش مشكل النهار الاول. نكملوا القصه ديالنا. كيف ما قلت لكم غنهزوا الرحال وغادي نمشيو لألمانيا. اييه، غادي نمشيو لألمانيا. المانيا. وغنعاود لكم على واحد عائله اللي جات من العراق. عائله اللي كانت متكونه من 5 الاشخاص، 2 وليدات وبنيته والاب والام. عائله اللي كانت مسلمه عربيه مسلمه، وكانت تربيه متشدده على الوليدات. هاد الوليدات 3 بهم كانوا تزادوا في العراق، حلوا عينيهم على اسره محترمه، عادات محترمه، على الدين، الصلاه في الوقت ديالها، الدعاء، يعني الناس كتعرف الله سبحانه وتعالى. فمني مشاو ألمانيا بقاو على نفس الحاجة. الوليدات رباوهم والديهم بأنهم هما المدرسة عالم والمنزل عالم، وبأن ماشي كلشي اللي يقول لكم المدرسة خاصكم ديروه، ولكن في نفس الوقت ماشي تعارضوا لدرجة أن تثيروا لهم انتباه. سيروهم، ولكن ديروا فراسكم بأن من غتجيو الدار راه كاين الصلاة، كاين الدين، كاين العبادة، كاين التربية. الوليدات كانوا متعودين من النهار الاول وكانوا مطيعين، ولكن غيكتب المكتاب وغتزاد عندهم واحد البنيته اللي كانت اخر العنقود، بنيته اللي غتزاد في المانيا. هاد البنيته كانت عندها واحد الطاقه ايجابيه كبيره، ديما ضاحكه، ديما ناشطه، ديما عاجبها الحال. اللي كانت هي ديك الفرفوشه ديال الدار. بدات كتمشي للمدرسه، ويوميا وقت ما كتجي من المدرسه كتجيب معاها لاوه قفه ديال الاسئله. وكان على الاب والام انهم يجلسوا ويوعيوا البنيته، ولقاو معاناه مع البنيته لان كل مره هي كتدخل من الباب كيلقاو خاصهم راسهم انهم خاصهم يبقاو يجاوبوا. والمشكله ماشي غير يجاوبوا، خاصهم يجاوبوا ويقنعوا، لان الشخصيه ديالها كانت متمرده. علاش وكيفاش وشنو طرا وشنو جرى وعلاش هادي وعلاش حنا هكا. يعني البنت كتحس براسها بان مفروض عليها الاسلام، ولات كتحس براسها بان مفروض عليها شي حاجات خاصها ديرهم بالزز. بقات البنت كتكبر وصلت ل 14 عام، ولات كتبغي تخرج، ولات كدير. كان الاب صارم معها، ولكن في نفس الوقت ما كانش كيوصل للمرحله ديال الضرب، لان ممنوع الضرب وممنوع التربيه العنيفه.
ولا كيحاول يسير معاها، ولات كتبغي تخرج، كتبغي تضحك، كتبغي يعني تلاقى مع صحابها. كيحاولوا انه يقربوها ليهم قدر الامكان، حتى لدرجه ولا كيفكروا بانهم يقدروا يرجعوا للعراق بسبابها هي. كنسميو الشخصيه ديالنا شاهناز. ولاو كيحاولوا انهم يردوها للعراق، وكانوا كيتسناو اي فرصه جاتهم انهم يرجعوا للعراق، يقدروا ما يعاودوش يرجعوا نهائيا لألمانيا، ويضحيو بجميع الامتيازات اللي عندهم بألمانيا. ولكن باقي الاب باقي كيحس براسو بانه باقي ما وصلش داك الطموح ديالو، وبدا داك الصراع اللي يوميا البنت ولات كتغوت، البنت ولات كتنفعل. المدرسه ولاو كيردوا البال بان البنت شخصيتها ماشي عاديه، وبان كتعاني من بزاف ديال المشاكل النفسيه. ولا وكيديروا استدعاءات للوالدين، وكيحاولوا انهم يعرفوا منهم علاش. الوالدين حسوا براسهم في انهم في خطر، وبان ممكن انهم يحيدوا لهم البنت، وبان ممكن انهم يدخلوا في تساؤلات قانونيه. فبداو كيرخفوا اللعب على البنت، بداو كيرخفوا حتى وصلت البنت ل 17 عام. ديك الساعه البنت غادي تتعرف على واحد الشخص من كوسوفو اللي كان حتى هو مسلم، وكان سميتو كريم. غتعرف معاه وغتبدا تعيش معاه مره، ماشي غتعيش معاه كل نهار، لا، غتبدا تقيل معاه النهار كامل. وديك الساعه غتجي عند والدها وغتقول لهم انا بغيت نعيش بوحدي. الاب كان رافض هذه الفكره نهائيا، كيقول لها انتي غتبقاي معنا حتى تزوجي، هذا هو الدين ديالنا، غتبقاي. البنت ولات ما بقاتش كتسمع ليهم، كتجي حتى في نصاصة الليل، كتجي معطلة، والاب ولا كيعاني. البنت بقات يعني مترددة ما بين العاطفة والعقل. العقل ولا كيقول لها بان صافي انتي وصلتي واحد المرحلة بامكانك انك تعيشي كيف ما بغيتي. والعاطفة ديال واحد الاب اللي كتشوفه ولا كيمرض ولا كيعاني من امراض بسببها هي، كل مرة هازينو السبيطار بسببها هي، يعني ولا كيطيح بكريز. ولا مع ذلك صافي بدات كتهدي اللعب، ولات كدير اللي بغات في راسها بالنهار، وفي الليل كتجي للدار. واحد الوقيته من بعد ما كملت قرايتها وشدات الدبلوم ديالها، صافي ما بقاتش كتقول بانها غتمشي تعيش بوحدها. صافي شاف داكشي غير كيسبب لها المشاكل فقط، ومشات الامور ظاهريا عادية، ولكن في الباطن ديالها ماشي عادية. لأنها كانت دائما عندها مشاكل مع كريم اللي كيقول لها خاصك تعيشي معايا، او الوالدين ديالها اللي تيقول لها نساي انك تقدري تعيشي بوحدك. هذا غير كانت كتقول لهم انها تعيش بوحدها، يعني ما قدراش انا توصل لهم وتقول لهم بان انا كتبغي شي واحد وانها غتمشي تعيش معاه. وهذاك الامر راه حريه شخصيه بالنسبه لالمانيا، يعني حتى شي حد ما غيقدر يحبسها انها تعيش مع شخص اخر. ولكن مع ذلك كان عندها شي شويه انها كتراعي والديها. ما علينا، داس الامور وداس الايام، او كيف ما كنقولوا بالعاميه والدارجه المغربيه، ان شاهيناز ولات كتثبت والديها، ولات كتنعسهم على الغدر. يعني انا راني معاكم، ولكن في نفس الوقت اللي في راسي راني كنديرو. مشات الامور حتى لواحد النهار، غتغيب فيه شاهيناز، وما غتغيبش داك النهار، غتغيب نهار، يوم، يومين، 3 ايام، 10 ايام وهي غايبه. 10 ايام وهي غايبه، والوالدين ديالها غيتخلعوا عليها، غينوضوا غيبداو يقلبوا عليها عند الصحاب وعند الناس اللي خدامين معاها، بحكم ان بدات الخدمه من بعد ما شدات الدبلوم ديالها. المهم المعارف ديالها كيقلبوا عليها، ما كاينش شي اخبار، وغادي يضطروا انهم يمشيو يبلغوا البوليس على الاختفاء ديالها، وغيقول لهم بان بنتهم شاهيناز راها اختفات. البوليس غيبدا الخدمه ديالهم، ومجرد ما غيبداو يديروا التحريات ديالهم غيجي عندهم واحد الشخص اللي غادي يبلغ على انه كان كيجري في الغابه. وهو كيجري في الغابه غتبان ليه واحد الطوموبيل واقفه، ولكن بحال خارج منها الدم، والدم كيبان بحال قديم. ملي غادي يقرب غيطل غيلقى واحد البنت اللي كلها ضرابي، وبانها يعني باينه شي واحد قاتلها ومخليها في الغابه. البوليس غيمشيو
المكان الحادثة، وغادي يشوفوا الطوموبيل وغيشوفوا البنت تما، وغتكون الطوموبيل ديال شاهيناز. غيتواصلوا مع الوالدين وغيجيبوا الام وغيقولوا لها واش هاد البنت هي بنتك. غتشوفها غتقول لهم اييه بنتي، هذيك شاهيناز بنتي. ولكن الغريب في الامر ان في جهه اخرى من المدينه كانت واحد شكايه من طرف واحد الوالدين اللي كانوا حتى هما عرب من الجزائر، حتى هما بلغوا على الاختفاء ديال البنت ديالهم واللي كان سميتها خديجه، واللي حتى هما مني وراوهم التصاور ديال البنت اللي لقاو غيقولوا لهم بان هي بنتنا. فكيفاش هادو كيقولوا بنتهم هذيك الضحيه خديجه، والعائله العراقيه تيقولوا حتى هما بنتهم؟ كيفاش؟ ما فهموش. وكانت تما على الشرطه العلميه ان هي اللي تحسم الموضوع، واش الضحيه هي خديجه او لا الضحيه هي شاهيناز. تما غادي يدار الأديان وغادي يبين بأن الضحية اللي كاينة تما هي خديجة. فهنا ناضت الروينة وانا نطلب البالة، كيفاش خديجة اشدها الطوموبيل ديال شاهيناز، والطوموبيل ديال شاهيناز افي اشدها الخديجة، وفينا هي شاهيناز. المهم ناضت الروينة ناضت البلبالة، والبوليس بداو كيقلبوا على شاهيناز. مادام ان شاهيناز ماشي هي اللي في الطوموبيل اذا شاهيناز باقا على قيد الحياة. وغينوضوا وغيبداو التحريات البوليس وغيديروا شاهيناز بمذكره ديال البحث، حتى غتجي عندهم واحد السيده وغتقول لهم انا شفت شاهيناز مع واحد السيد عايشين في واحد العماره في واحد الطابق في واحد الشقه بالضبط. وغيمشيو البوليس عندهم وغادي يجيبوهم. في الاول شاهيناز بدات كتضحك وبدات كتستهزأ من الخبر، اش داني انا اش وصلنيش بيني وبينها، انا ما تنعرفهاش وما عندي حتى علاقه، لان البوليس غيقول لها بانك متهمه نتيا بقتل خديجه. غتنكر وغيقولوا لها فين هي الطوموبيله ديالك، غتقول لهم انا الطوموبيله ديالي تسرقات هذه 10 ايام. في نفس الوقت كريم كانوا كيديروا معاه استنطاق في غرفه واحده اخرى. فين دائما كنقول لكم هذه المعلومه بان الاستنطاق راه تيكون كل واحد على حده. غيسولوه وغيقولوا لهم بان راه الطوموبيل ديال شاهيناز تسرقات هذه 4 ايام. هنا غيكون تضارب في الاقوال بحكم انهم عايشين بجوج بيهم. كيفاش هذا هذه كتقول 10 ايام وهذا كيقول 4 ايام. ديك الساعه البوليسي غادي يزيد يبرك على شاهيناز وغيقول لها بانك انت متهمه والطوموبيل ديالك كاينه. مستحيل ان كريم تيقول لنا 4 ايام وانت كتقول لنا 10 ايام. وغادي يبرك عليها وغادي يقول لها خاصك تعترفي لانك انت هي القاتله وما كاين شي حد اخر من غيرك، انت اللي متهمه وغتهزي الضربه بوحدك. في الاول من بعد ما كانت شاهيناز انها كانت ناكره واحد اللحظه ما غتحش براسها حتى تولي تعترف وغتقول لهم بان باها هو السبب، هما السبب، هما اللي خلاوها ان توصل هذه المرحله. وغيقولوا ليه عاودي لينا بالضبط اشنو وكيفاش حتى درتي ليها. وسمعوا دابا المفيد اللي غنوصلوا ليه. شاهيناز كانت ضروري خاصة تبين لوالدها بانها هي ماتت، يعني بغات تبين لوالدها باش تهنى من هاد المشاكل ومن هاد الصداع. وهاد القصه هذه اللي دارتها هادشي غير ريتما انها تخرج من البلاد، يعني هي كانت مخططه انها تخوي البلاد وتخرج تمشي لدوله واحده اخرى اللي تعيش فيها مع كريم، لان كانت عارفه والدها غادي يرفضوا كريم لانه كان سكيري وكان مدمن وكان بزاف وبزاف وبزاف ديال المسائل اللي فيه خايبه اللي كانت عارفه والدها غادي يرفضوه. وبأنها تعيش في نفس المدينة اللي فيها والديها كانت عارفة ممكن أنها تسبب لوالديها بشي جلطة، أو ربما يفكروا ينتقموا منها ولا باها يدير فيها شي حاجة ماشي هي هذيك. فهي فضلات هذه الفكرة هذه. وشنو غادي دير؟ غتدخل لانستغرام وغتنوض غتبدا تقلب على الشبيهة ديالها، على وحدة كتشبه ليها، وغتبدا تقلب 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 حتى طاحت على خديجة كيف ما قلت لكم بنت جزائرية من عائلة جزائرية
اللي عايشين كلهم في ألمانيا. حتى البنت شبيهة ديالها، وغتنوض وغادي تدخل عندها وغادي تتكلم معها على أساس أنها منتجة، وغتقول لها بأن هي مديرة أعمال ديال واحد الفنانة كبيرة مشهورة في البلاد، وبأن هاد الفنانة هادي مغنية كتقلب على وجه إعلامي اللي غيكون معاها في فيديو كليب، وبأن عجباتها، وبأن شاهيناز هي اللي تكلفات باش تواصل معها باش تصور معها واحد فيديو كليب اللي غادي يكون طوندونس، يعني غادي يدير ضجة. البنت بحكم ان هي عندها انستغرام وهي اصلا وجه اعلامي، يعني كدير دوك مواد تجميل في الانستغرام ديالها، عجبها الحال وعجباتها الفكرة، ولكن غادي دير واحد الحاجة اللي ما ردات لهاش البال شاهيناز. بطبيعة الحال شاهيناز قالت لها شكون هي الفنانة وعطاتها انستغرام ديالها، فشنو غادي دير؟ غتشد خديجة وغتقلب على انستغرام ديال ديك الفنانة وغتدخل وغتشكرها، غتقول لها شكرا انك نتيا عزلتيني باش انا نخدم معاك في هذا العمل الفني. من بعد يومين غادي تجاوبها السيدة وغتقول لها شوفي راه كذوب، انا ما عزلتكش وانا ما غنديرش شي عمل فني حتى الساعه هذه، هذه هضره كذوب. غتبغي تيقن خديجه من الموضوع وغتشد صور ديال الانستغرام اللي تواصلات مع به شاهيناز وغتصيفط عليها، وكانت واحد الصوره اللي وهميه، وغتقول لها هاد الصوره هذه هي السيده اللي تواصلات معايا. غتقول لها ديك السيده الفنانه انا ما كنعرفش هاد السيده. تما خديجه عاقت بلوكات الحساب ديال شاهيناز، بلوكاتها. شاهيناز ملي جات بغات تواصل مع خديجه لقات بان الحساب مبلوكي، تما حسات بان شي حاجه ماشي هي هذيك، ولا عرفات بان خديجه عاقت بها. وقالتها كريم قال لها غير صبري وتسناي، غير تسناي ما تزربيش، غير بشويه احنا غنبدلو الخطه ديالنا. شنو غيديروا؟ وهادشي غيحتاج منهم بعض الوقت، انهم غيمشيو يكرييو واحد الحساب وغيشريو فيه واحد العدد المتتبعين بزاف، وغيبداو يحطوا فيه تصاور لواحد المده، وغادي يشريو التعاليق اللي غادي يكتبوا تحت داك الصور وديك الاعلانات، وغيبينوا ليها بان الحساب راه كبير. وهنا النصيحه اللي عطيتكم انكم ما عمركم تثيقوا وتربطوا عدد المتابعين بالمصداقيه، فقدوا الكونت قدوا الحساب، التعاليق هما هادوك. وقال لها دابا جات المهمه ديالك شاهيناز غتعاود تواصل مع سيده وغتقول لها انا شريكه وانا عندي منتجات وانا بغيتك تكوني وجه اعلامي، وبغيتك انك ديري لي الاشهار، وغنخلصك على كل اشهار غديري ليا وغتخدمي معايا لمده شهر. بطبيعة الحال بحكم ان السيدة هذاك هو الدومين ديالها قبلات. فقالت لها حنايا انا راه معايا المصور وانا معايا اللي غادي يصورك، وغادي نحتاجو ان غادي نمشيو لشي واحد البلاصه اللي غادي نصوروا الفيديوهات الاعلانات اللي غادي تحطوا. بطبيعة الحال خديجه قبلات لان هذا الدومين ديالها، وفعلا جا النهار اللي غادي يصوروا فيه. غتمشي شاهيناز وكريم وغادي يديو معاهم خديجه في الطوموبيل، وغيبقاو غاديين واحد المسافه طويله. وشاهيناز وقت ما قالت لكريم نوقفوا هنا كيقول لها لا، هو كريم كان كيقلب على البلاصه اللي تكون خاويه من الناس، خاويه. غادي يوصلوا المكان ديال التصوير، او كريم غيدير راسو انه مصور وغادي يهبط الماتيريال وغادي يحطو بانه غيصور، وغيطلبوا من خديجه انها تهز البرودويات وغتعطيهم بالظهر، غتعطيهم بالظهر وغتحط البرودويات يعني على الجنب ديال وجهها، ولكن ما غتشوفش فيهم، غتشوف القدام. داكشي اللي كاين. السيده على نيتها مشات هزات البرودوي وحطاتو وعطاتهم بالظهر، وديك الساعه غادي يجي كريم وغيعطيها الضربه الاولى. غتحاول انها تهرب وغتهرب واحد المسافه، وديك الساعه غيبداو يشدوها وغيبداو يضربوا فيها بجوج الدرجات، عطاوها 50 ضربه، 50 طعنه اللي عطاوها. وبطبيعه الحال ركزوا لي على الوجه مزيان. ولا قبل ما نقول لكم واحد النقطه اللي نسيتها، ماشي قبل، غنقول لكم واحد ملاحظه مهمه، ان الحوايج جابتهم شاهيناز
ومن هاد الحوايج هادو اللي جابتهم وقالت لها خاصك تلبسيهم، وهما حوايج اللي كانت كتلبسهم شاهيناز وكتشوفهم كيشوفهم والديها لابساهم، يعني حوايجها هي، باش مني تلقى والديها غادي يشوفوا الحوايج غيقولوا صافي هي 100%. بمعنى لبسات حوايجها باش دير الاعلان. ديك الساعه يشدوا دوك ادوات باش خدموا الفعله ديالهم، وغيمشيو واحد البلاصه بعيده وغيدفنوهم، وغيرجعوا للدار. غيخليو السيده في الطوموبيل، غيحطوها في الطوموبيل، غيسدوا عليها الطوموبيل وغيشدوا واحد المسافه حتى الشانطي، غيلقاو طاكسي غادي يمشيو للدار وغيبدلوا حويجاتهم وغيعيشوا حياتهم، وهما كيوجدوا باش يسافروا ويخرجوا خارج ألمانيا. هاد القصة من بعد ما واجهوا بها كريم اللي عاودت لهم شاهيناز، كريم ما نكرش وعرف راسو بانه حصل، ولكن شاهيناز كانت كتحاول انها تستعطف البوليس بان المعامله ديال الاب ديالها هي اللي خلاتو دير هاد الافعال هادي، وبان الاب ديالها اللي كان كيبزز عليها انها دير الحجاب وانها يعني ما تخرج ما تمشي ما تجي. هذا الجانب هذا كان نافع واحد شويه، ولكن مني تفجرات القضيه في الاعلام المجتمع ما رحمهاش لا هي لا كريم، وبداو كيطالبوا باقصى العقوبات، ولاو بزاف ديال السيناريوهات بداو كيخرجوا منهم ان واحد الشخص قال لهم بان هاد القصه هذه اللي وقعات بان حتى الوالدين ديال شاهيناز داخلين فيه، وبانهم هما كانوا متفقين باش ياخذوا تأمين على الحياة، وبأن بداو كيقول سيناريوهات بأن راه السيدة راه كانوا دايرين لها والدها واحد لاسيغونس غالية، وباغي توهم الناس بأنها راه ميتة باش تاخد داك لاسيغونس وزيد، ولكن هادشي ما كانش حقيقي، لأن البوليس داروا الأبحاث ديالهم وعرفوا بأن ما كان حتى شي تأمين لشاهيناز، وبأن كاين سبب واحد اللي خلاها أن دير هاد الفعلة اللي هو تافه. إلا جينا نفكروا بواحد الجهة، هو اللي خلاها تخرج على حياتها وتخرج على العائلة ديالها وتخرج على العائلة ديال كريم وتخرج حتى على عائلة ديال الضحية، يعني فكرة تافهة باش أنها تعيش بوحدها وبأنها تتلقى الحرية، خلاتها أنها تحطم 3 ديال العائلات. وكانت هذه هي القصة ديالنا اليوم، اللي كنقول لكم حذاري حذاري، خصوصا الناس ديال الانستغرام اللي كيديروا الاشهارات، انكم ما تثقوش في اي شخص، وماشي اي شخص كيدخل عندكم الانستغرام وكتشوفوا الحساب ديالو طالع انكم تثقوا فيه وتقولوا بانه هو راه مزيان وبانه كل صافي راه عنده المصداقيه. ما عمركم تربطوا المصداقيه بعدد المتتبعين او بعدد ديال التعاليق، ودائما ديروا في العقليه ديالكم انتقاد دائما خاصو يكون التفكير ديالكم قد يكون صح او لا كذوب انسان. وغنقول لكم دمتم في رعايه الله. تحياتي من قناه كونتيسا.